فطائر الطاجين، لاباط ما نحكيش على خفتها، ولافارس ما نحكيش على بنتها. سلام سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. نبداو في تفاصيل الوصفة على بركة الله. عندي هنا كاس تاع سميد يكون رطب مع كاس ونص تاع حليب، يمكن تعوضيه بحليب البودرة. نضيف عليهم ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة تاع خل، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، وربع ملاعق تاع زيت زيتون. كيما راكم تشوفوا هنايا راح نستعمل البغا باش ندرب ولا نرحي هداك السميد في الحليب حتى يتفتح لي كامل ويدير فقاعات. هنا نبدا نضيف الفرينة تدريجيا مع ملعقة كبيرة تاع ملح حتى نتحصل على خليط والعجينة متماسكة نوعا ما. نضيف عليها هنايا ملعقة كبيرة تاع زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. نكمل نعجن حتى العجينة تطرالي، ماشي لازم بيتغان، تقدري تعجني بيدك. انا شوفوا العجينه تاعي كيفاش طريه ورطبه. انا درتها في سلطه دهنتها بالزيت، غطيتها بابي سولفيريزي وزريبيتها تكون نظيفه ونخليها على جهه حتى تخمر لي. ونروح للحشو تاعي اللي يكون بيان سور اختياري، ديري فيه واش عندك في الدار. انا هنا درت زوج حبات بصل كبار، هنا غابي ولا مرحيين، زدت معاهم الملح ودرت معاهم كيما راكم تشاهدوا لي كاروت ولا زروديه. ربيتها ونقعد ندبلها مع هاد البصل حتى تدبل كامل وتطيب لي. كما شاهدتوا مع الاول كانت عندي شويه تاع فيوند هاشي، خليتها غير هكداك مع شويه ملح وزيت، وزدت عليها واش عندي فروماج، زدت عليها كيف كيف المعدنوس، وهنايا زدت عليها زروديه والبصل اللي ذبلتهم في المقله. هذه هي الحشوة تاعي اللي كانت سهلة وسريعة التحضير وبنينة وبزاف خفيفة وحبوها ولادي بزاف. أنا دخلت لهم زرودية بلا ما يعرفوا لأنه ما يحبوهاش، أنا ولادي طيبة كيما أغلبية الأولاد. هكذا نخلطها حتى تتجانس كامل الخليط في بعضه. وزيد حضرت حاجة واحدة أخرى هي اختيارية في الحشو، أنا نحب بزاف طوماطيش مقلية مع الثوم، راح تعطي للفطاير تاعنا بنة هايلة هايلة بزاف. هاكي تشاهدي فيهم في طوماطيش اللي قليتها مع زينة تاع توم. وجدت هنايا الفرماج اللي كان عندي تاع مثلثات. العجينة تاعي كيما راكي تشاهدي ضعف الحجم تاعها، نديغازيها ونشكلها كويرات.
أنا كيما راكم تشاهدوا شكلي بالشي اللي حبيتيهم هكذا مربعات، حبيتي ديريهم دائرة ديريهم كيما يقولوا نص خبزة على شكل نص خبزة، كيما شكل لي سوفلي كيما حبيتي شكليهم، ماشي مهم في الشكل الصح راهو كامل في البنة. أنا طيبتهم في الطاجين تاعنا هذاك اللي فيه خطوط، طيبت فيه وبيان سور تقعدي تقلبي وتحمري على كامل الجوايح تاوعو الجهات الأربعة. كاين حبيبات كيما شاهدتي ما درت فيهم طوماطيش على حساب الرغبة تاع أولادي، كيما الكبار درت لهم الطوماطيش اللي قلت لك قليتها في الثوم والزيت. هاوليك الطاجين اللي طيبت فيه كيما قلت لك من الأحسن طيبي من الجهة اللي غلقنا عليها ومن بعدك تقلبي من الجهة الأخرى وتقعدي تحمري من كامل الطرف. كانت النتيجة تاع هذه الوصفة بزاف بنينة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وإذا وصلتوا معايا لهنا وكنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي أتمنى الاشتراك مع جيم وتعليق ليصلكم كل جديد وتكون هناك استمرارية للقناة. وشكرا لكل من يدعمني على أن نستمر في تقديم هذا المحتوى. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.